جرانيت ماستر حلو ولا لا؟ ولو هجيب سافلون في فرق كبير ما بين المدور والمربع في الاستخدام، ولا اجيب المدور علشان مناسب في السعر معايا؟ اولا جرانيت ماستر مش حلو، من الاطقم اللي بيبقى فيها شكاوي كتير واطقم مش حلوه طبعا. ثانيا الجرانيت بتاع سافلون المدور هو جوده المربع هو بالظبط، بس في الفرق في التصميم، ده شكل مربع وده شكل مدور، بس احنا عشان شعب بنبقى ماشيين مع الهيصه شويه، المربع بيبقى عليه طلب اكتر فالتجار او المستوردين بيغلوا سعره، لكن الاثنين نفس الجوده واحد 100%. الميكرويف مهم ولا الفرن الكهربائي؟ وايه افضل، اني اجيب بوتاجاز بلت ان ولا البوتاجاز العادي؟ ورشح لي انواع. طبعا الميكرويف حلو قوي ومهم جدا ومن اهم الاجهزه في المطبخ، لو هتقارنيه بالفرن لا يبقى هو افضل منه طبعا بكتير، لان الميكرويف لو اتعودت على استخدامه مش هتعرف تستغنى عنه، لكن الفرن ممكن نعوضه بفرن البوتاجاز العادي مفيش مشكله. بالنسبه للبوتاجاز البلت ان ولا العادي، طبعا الاثنين على حسب اختيارك انت وارتياحك للنوع، لكن ده فيه انواع كويسه وده فيه انواع كويسه يعني، بس ده بيبقى على حسب التصميم بتاع مطبخك وعلى حسب اختيارك للموديل اللي مريحك انت. ايه افضل الومنيوم حاليا، الدهان الاصلي ولا ايفال التركي ولا نجم العرب؟ وايه انضف واعلى الومنيوم في السوق عموما؟ بص طبعا عندنا رقم واحد هو الدهان الاصلي، بعد كده ممكن نبص على الشريف، الاثنين حلوين قوي، الشريف الاصلي ده برده من الالومنيات الممتازه، ونجم العرب ممتاز، لكن ايفال التركي هو مش احسن حاجه يعني انت عندك الدهان الاصلي والشريف الاصلي وعندك نجم العرب حلوين قوي والضمان كمان.